ازيكم عاملين ايه؟ انا الاء ابراهيم. اللي لسه ما يعرفنيش، اهلا بيكم في قناتي. هي مقدمه كده ظهرت معايا فجاه، استحملوني بقى. طيب، نرحب بالناس الجديده اللي معانا في القناه. اهلا بيكم وشكرا للناس اللي كانت بتدعمني، شكرا جزيلا. انا كنت بفكر لسه ما اعرفش، كنت بفكر اقفل القناه ما اقفلش القناه. شكرا للدعم. شكرا بجد من القلب. النهارده هنتكلم على حاجه مختلفه شويه، مش عن حقوقك في المانيا ولا عيشه في المانيا والجواز من الاجنبي والكلام ده كله. هنتكلم عن حاجه جديده باينه في عنوان الفيديو. موضوع الخسسان، سواء للست او للراجل. طيب، الموضوع اولا انا مش دكتوره، انا مش دكتوره تغذيه، انا مش كوتش تغذيه ولا اكل صحي ولا الكلام ده كله خالص. انا بني ادمه عاديه عايشه زي اي مشكله بنت من ساعه ما ربنا بيخلقها وبتوعى على الدنيا بتفكر انها تخس، شكلها صحتها الكلام ده كله، مشكله اي بني ادمه. فانا جربت حاجات كتيره جدا، فانا هتكلم عن تجاربي الشخصيه، وهتكلم عن حاجات كتيرة هنتكلم فيها مع بعض. بس أنا عايزة أتكلم معاكم في نقطة، إن أنا مش هخوض في تجارب كتيرة أو تفاصيل كتيرة. أنا هتكلم على نقط كده رئيسية، هخليكم كده تفوقوا لنفسكم، تفكروا فعلا أنا ماشية صح ولا ماشية غلط. هل أنا فعلا قريت على النقطة دي، قريت على النقطة دي؟ فأنا هفكر معاكم في نقط، وانتوا كملوا معايا في التعليقات، اكتبوا على نقطة المفروض تكون افكر فيها، حاجة انا ناسياها او كده. وهكتب لكم كالعادة نقط كده، هحاول ان انا مش كل شوية اقطع الفيديو وابص في ورقة وارجع لكم تاني، هتكلم باستفاضة عادي. ولو حاجات نسيتها هكتبها على الشاشة، وحاجات هسيبها، او في حاجات ممكن اكون نسيتها انتوا كملوا فيها في الفيديوهات. احنا هنتكلم على فكرة جديدة خالص من موضوع الخساسين، ان احنا هنفكر بالعقل. هل العقل عارف اضرار الحاجات الوحشة؟ هل العقل عارف فوائد الحاجات الكويسه؟ في حاجات احنا اصلا مش في بالنا خالص. فاحنا عايزين نفهم الحاجه، نقرف، بجد نقرف من الحاجه الوحشه والاكل اللي مش كويس، ونحب الاكل الصحي، نعرف قد ايه هو مفيد فنحبه فنتشجع ان احنا ناكله. هنتكلم اكتر ان نشغل مخنا اكتر، ان احنا نستفيد ونقرا ونتعلم ونقرا فيديوهات. في كميه ناس عامله قنوات وعامله صحف ومقالات وكتب وحاجات كتير جدا انتوا عارفين، وكميه دكاتره في كل بلدان العالم بتتكلم عن الموضوع ده. بس انا عايزه معاكم نفكر بمخنا كده. حلو، فيلا بينا. اول حاجه ان احنا عايزين نخس بحيث يكون نظام حياتنا كده، مش انا عندي فرح بعد شهر، سواء فرحي او خطوبه او انا معزومه فعايزه، او عندي اي ايفنت او اي حاجه فانا عايزه ادخل في الفستان او في الطقم الفلاني فانا عايزه اخسله. مش هنتكلم في النقطه دي، هنتكلم ان احنا يبقى نظام حياتنا يكون صحي. بمعنى ان احنا بقالنا سنين بنعك، 10 30 سنة بنعك في الأكل وبنتخن وبناكل اللي احنا عايزينه في وقت اللي احنا عايزينه بالكمية اللي احنا عايزينها، سنين، 5 سنين أو 30 سنة. مش هنيجي في شهر هنبقى زي الفل شكلا وراحة نفسية وصحة وكل حاجة. فاحنا هنتكلم على نظام حياة هنمشي عليها. مش شرط نلاقي النتيجة بعد أسبوع أو بعد شهر، هنلاقي نتيجة ان احنا نفسيا راضيين عن شكل جسمنا، عن معدتنا مرتاحة، عن كل حاجة متظبطة فينا. ممكن الميزان او المزورة ما بتنزلش قوي، هتنزل قدام. ودايما نفتكر اللي بوظته في 30 سنة او في 5 سنين مش هصلحه في شهر. دي حاجة ما تحبطش، دي حاجة بس تخليك فاهم ان النتيجة هتيجي بالراحة، بس هتبقى ثابتة ان شاء الله وهتبقى صح، وده اهم حاجة. ودايما نفتكر مش كلنا جسمنا زي بعضه، حرق عند فلانة غير عند علانة، الراجل غير الست، الكبير غير الصغير، فوق ال30 غير فوق ال50. بتختلف وبتفرق على حسب حاجات كتيرة جدا. واللي عنده اي مشكلة صحية لازم يكشف ودكتور يقول له على نظام يمشي معاه. وقبل ما انسى، في اخر الفيديو هقول لكم على الحاجة اللي خستني 10 كيلو في فترة قصيرة. وهنفكر مع بعض على أنظمة صحية على حد علمي، واللي عارف حاجة غير كده يكتبها لي أو يصحح للمعلومة. أنظمة صحية تنفع معايا أو معاك أو مع أي حد تاني. نجرب، والحاجة اللي هتريحنا وتمشي معانا نكمل عليها، بشرط إن يكون فعلا صحتك كويسة ودكتور قالك النظام ده هيمشي معاك. يلا بينا. أهم حاجة إن احنا عايزين ننزل دهون متراكمة في جسمنا، مش هننزل في العضلات. حلو الكلام. في دهون متخزنه في جسمنا كتيره جدا، سواء بقى كوليسترول على الكبد على الكلى، موجوده في جسمنا حوالين الاعضاء الداخليه في جسمنا. بلاوي. عارفين انا كل ما يجي تجيبوا الفرخه وتنضفوه وتشيلوا الدهن الزياده ده، عمال اقول يا سلام بقى لو حد فتح لي جسمي كده وقعد يشيل الدهون الزياده دي، هو ده. ده احنا عايزين نشيله. نشيل الحاجات الزياده دي اللي هي بندخل كميه اكل في جسمنا
وكميه دهون ونشويات واكل على طول كتير كتير كتير، جسمنا مش ملحق يحرقه. اللي بيدخل بنسبة كبيرة جدا، واللي بيخرج عن طريق سواء النوم أو الحركة أو الرياضة أو أيا كان قليل. اللي داخل غير اللي خارج، فهيتراكم الجسم مش ملحق يحرق. فبالراحة نرحم جسمنا شوية. زي ما احنا قلنا عايزين ايه، نحن نشغل المخ أكتر. احنا هنقرا، هنسمع، هنتثقف أكتر في أضرار النشويات. يعني ايه نشويات مفيدة، يعني ايه نشويات ضارة، يعني ايه دقيق، يعني ايه جلوتين. ده اصلا اول مرة اسمعه من روان. شكرا. طب بتشوفيني يعني اول مره اسمع موضوع الجلوتين ده، كنت حاسه ان هو ايه اللي هي بتقوله ده، يعني ايه جلوتين كده. يعني ايه اصلا جلوتين، موجود فين، بيعمل ايه في الجسم، ناكله ولا ما ناكلهوش، ناكله بنسبه قليله ولا نمنعه خالص. نقرا عن موضوع الجلوتين ده، قد ايه هو مضر، قد ايه هو هيعطل حاجات كتيره في جسمنا. عن السكر مش محتاجه اتكلم عليه. عن الزيوت، يعني ايه، كنا لما بدات ان انا اخس وكده كنت خلاص عرفت ان كل الزيوت مضره، اللي هي طبعا مش الافوكادو وزيت الزيتون وكده. بتكلم على الزيوت اللي هي المهدرجه، الزيوت اللي هي النخيل وكده. قالوا لي ساعتها ان الكانولا ده اللي هو الغبس اويل حلو. فضلت اكله سنين. لسه من قريب من الدكتور وعد، شكرا جدا لفيديوهاتك المفيده، ان هو اصلا زيه زي اي حاجه تانية برضو مضره. فاحنا نسمع ونقرا فنفهم، فنقرف من الحاجه الوحشه دي، وبعدين نعرف ايه البديل. كل حاجه ليها بديل، كل حاجه ليها بديل، كل حاجه ليها بديل. الفكره ان اللسان نفسه يتعود ان احنا نبطل ناكل سكريات، نبطل ناكل زيوت مهدرجه واكل جاهز والكلام ده. لما اللسان يتعود ان خلاص مفيش الحاجات دي، اتعود خلاص بعد كام يوم. ايوه بعد كام يوم اللسان بيتعود ان هو مش عايز ياكل الحاجات دي تاني. خلاص بتكمل حياتك عادي. فهي فكره في الخطوه الاولانيه دي. فيلا نبدا ونشجع بعضينا. نقرا عن اضرار الزيوت، اضرار السكر، اضرار النشويات، انواع النشويات، وانهي نشويات كويس. هل الشوفان فعلا صحي؟ هل الشوفان بيخسس؟ شوفان بيخسس؟ في نشويات بتخسس؟ ايه اضرار ان احنا ناكل نشويات مع الزيوت مع بعضها، اللي هو سندوتش بالجبن، اللي هو الفرايز، بطاطس وزيت، زيت ونشويات. ايه اضراره مع بعض؟ ايه اضرار لما بناكل نشويات كذا مره في اليوم، مش كميات وكذا مره؟ هناكله مره كويس ولا هناكله 5 مرات؟ ناكل اصلا وجبه في اليوم اللي هي الاومات دي 1 meal per day، اومات 1 meal a day. هل ده فعلا كويس؟ ولا احنا ناكل 5 وجبات صغيره؟ فاهمين قصدي؟ نقرا، نتثقف في حاجات كتيره يعني غايبه عن وعينا، نقراها ونسمع عنها عشان نعرف ايه الصح لجسمنا احنا، للمستقبل. حاجه نمشي عليها طول حياتنا، مش خلاص مشينا شهرين 3 ولا سنه بقينا زي الفل فنرجع على عاداتنا السيئه وناكل من ماكدونالدز وبيبسي وحاجات زي كده، ونرجع تاني صحتنا وعقلنا ونفسيتنا وكل حاجه متدمره. نقرا عن اهميه الشمس واهميه النوم. ايوه النوم بيخسس، النوم بيخسس لو عملناه صح. يعني لا مش عملناه صح، لو في الوقت الصح بالكميه الصح، من غير ما نقطع في النص، من غير ما نمسك الموبايل بالليل. في حاجات كتيره نقرا عن النوم، فيتامين دي، عن الشمس. الحاجات دي كلها اهميتها. الميه، قد ايه الميه دي وكميتها وازاي وامتى، موضوع مهم. فنقرا عن حاجات زي النقط اللي بقول لكم عليها دي عشان نستفيد قد ايه هي مهمه، فنتشجع فنفهم فنعملها اكتر. وفي حاجات تانية مهمه، مش هتكلم الفيتامينز اللي هي الحبوب اللي بناخدها، الفيتامينز اللي موجوده في الاكل. هل احنا بناخد صوديوم بنسبه كفايه؟ البوتاسيوم، الفيتامين دي، في مغنيسيوم، الحاجات دي موجوده في الاكل او سواء في الحبوب. هل الكميه دي احنا جسمنا، اليود جسمنا محتاجه ولا مش محتاجه؟ محتاجه بنسبه قد ايه؟ محتاجه في الصيف ولا في الشتاء؟ هل احنا فعلا بناكل الفيتامين دي في الخضار وفي الاكل اللي ربنا خلقه وبناخده كفايه؟ ولا في كام صنف من الخضار والحاجات اللي ربنا خلقها احنا اصلا بقالنا كتير مش بناكله عشان تعودنا ان احنا بنعمل حاجات معينه فنسيناها او مش بنحبها؟ الجسم بعد كام سنه، بعد 7 سنين تقريبا، صححوا لي المعلومه، بعد 7 سنين بيبدا يتعود على تيست معينه ما كانش بيحبها، ممكن يرجع يحبها والعكس. فندي فرصه لجسمنا ووصفات مختلفه ان احنا الحاجه اللي مش بنحبها، القلقاس مثلا او السبانخ او اي حاجه، اي حاجه ما كنتش بتحبها هتطبخ بطريقه مختلفه. بعد كام سنه جربها تاني هترجع تحبها. كل حاجه ربنا خلقها مفيده. طيب انا ماشي على نظام حياه مريحني، هنتكلم عن الانظمه في الاخر. انا ماشي على نظام حياه، هقول مثلا اي نظام صيام متقطع ماشي عليه شهر 2 سنه سنتين ومرتاح ومبسوط. جيت في مره اتعزمت بره، جيت في مره خلاص كان مزاجي مش رايق فبوظت في وجبه او في يوم. مش معنى ان انا بوظت فخلاص بقى ايه بقى وانا بوظت ويا ريتني ما عملت وتعودت على الحلو ونفسي في الحلو فنرجع نكمل نبوظ. لا، بوظ وجبه، بوظ يا سيدي يوم،
بس ارجع كمل على اللي كنت بتعمله. ممكن اليوم او اليومين اللي جايين تقلل اكلك او تزود الحرق عندك برياضه او بايا كان، بس ما تستسلمش. بوظ وجبه غصب عنك مش مشكله، بس الحقيقه مش هتقف، كمل على طول. اهم حاجه انك خلاص هي وجبه استمتعت بيها وقفتها عشان ظرف او عزومه او عشان ضعفت في ساعتها او كنت متضايق ساعتها بوظتها، مش مشكله، هي دخلت جسمك خلاص. نبوظ بقيه اليوم، نبوظ بقيه الاسبوع او بقيه حياتنا؟ لا، هنكمل. بوظ وجبه بس كمل بعدها، كمل بعدها. النقنقه يعني ايه نقنقه؟ يعني ما احنا مثلا بناكل فطار غدا عشاء، حلو، وجبه على بعضها، بنقوم نغسل سناننا وبقنا مقفول، بنشرب بس ميه او بنشرب شاي من غير اي سكر او اي حاجات محليه حتى لو مفيده، ميه بطعم، قهوه بطعم، من غير اي حاجات تانية، سوائل بس. ده كده مش نقنقه. بس ان احنا ناخد لاتيه، ناخد كافي بكريمه، مش عارفه بسكريات، شوربه من هنا، شيبس من هنا، النقنقه دي اللي بتتخن. خلي المعده يدخل لها اكل وسيبها بقى ساعات ترتاح وتهضم وتحرق. مش كل شويه تدخل لها حاجه زي النار كده عماله تحدف لها طوب وخشب فالنار بتعلى فمش ملحقه تحرق. كل وجبه وسيب جسمك يرتاح ودخله سوائل، وكل وجبه وسيب جسمك يرتاح. سواء بقى انت هتمشي نظام وجبه ولا وجبتين ولا 3، مهما كان النظام اللي هتمشي عليه، لما تاكل وجبه نقفل، ده نغسل سنانا ما ناكلش ونريح كام ساعه. ماشي. ممكن انك تدخل الموضوع لو انت مسلم، تدخل صيام اثنين وخميس في نص الاسبوع، هيفرق قوي في جسمك. مفيش اي ديانه على وجه الارض غير وفيها موضوع الصيام. الصيام صحي جدا، سواء صيام كامل او صيام متقطع او صيام مش عارف كام ساعه. الصيام مفيد قوي قوي للجسم. اقروا عن اهميته، اقروا بكل اللغات، موجود في كل الديانات ومفيد قوي قوي للجسم. موضوع الرياضة فيها ال HIIT، فيها الإطالة، فيها المقاومة. الرياضة أنواع، الرياضة على حسب جسمك. في حاجة اسمها رياضة بتخسس جزء معين في الجسم، في حاجة اسمها كده. اقروا عن الموضوع ده، أنا بفتح لكم مواضيع تقروا وتسمعوا عنها، مش بقول لكم خدوا امشوا على النظام ده هينفع معاكم، لا، كل واحد جسمه مختلف. بس ما ننساش الرياضة. احنا جسمنا تخين وعايزين نخس، كل المط اللي حصلت في جسمنا دي زي البالونه دي هيتشد ازاي؟ ما لازم رياضه تشدها. وعلى حسب برضو انت هتخس 2 كيلو ولا عايز تخس 30 و100 كيلو، على حسب كل واحد وزنه عامل ازاي. بس الرياضه مفيده قوي قوي للجسم، بتساعد على الحرق. لو انت عندك العضل بيحرق. الناس البادي بيلدر اللي هي بيبقى عندها عضلات كتير جدا، لو اكلت بيتزايه كامله ولا 3 هوت دوجز ولا همبرجرز ولا حاجات زي كده، العضلات الموجوده بتحرقها. هل انت عندك عضلات؟ هل صحتك كويسة؟ هل انت رفيع بس صحتك تعبانة عشان عضلاتك مفيش عضلات خالص؟ فالرياضة مهمة أيا كانت. عايز تثبت وزنك، عايز تنزل وزنك، عايز تزود وزنك، في الثلاث أحوال الرياضة مهمة عشان صحتك. فكر دايما في الناس الكبيرة اللي عندها 50 و70 و80 سنة، ربنا يديهم الصحة، قد إيه هم محتاجين الموضوع ده، ان هم صحتهم يكون وزنهم كويس ويكون صحتهم كويسة، بتيجي بالرياضة. أهم نقطة في الموضوع، اقرا عن مقاومة الأنسولين. يعني إيه أنسولين أصلا؟ يعني إيه بيزيد وبيقل وخطر على صحتي؟ اقرا على الموضوع ده بجد، هتحس اللي هو أنا إزاي باكل بالطريقة دي، إزاي باكل على طول. فدي حاجات هتساعد. أنا حاليا محتاجة أنزل مثلا 5 كيلو، لسه مش راضية عن جسمي 100%. في ناس تقول لي أنت واو ومحتاجة تتخني، في ناس تقول لك أنت زي الفل. بس أنا مش جوزي يقول لي لا أنت رفيعة أنت تخينة. أنا مش مبسوطة من جسمي، أنا شايفة إن أنا محتاجة أخس، محتاجة إن أنا أعمل رياضة. ف... ف... فانا بشجعكم وبشجع نفسي، فانا بقول على تيبس ساعدتني، وانتوا كملوا في الكومنتات الحاجات اللي ساعدتكم برضو، وصلحوا لي برضو المعلومات. النقطه اللي بعدها الصيام المتقطع، جبت نبذه عنه في الاول. الصيام المتقطع زي ما احنا قلنا نظام الاومات ده، اللي هي 1 meal a day. اومات، ايوه تقريبا لو قلتها غلط معانا اسمها اومات زي عماد مش عارفه ربطتها بعماد، معرفش ليه، ما علينا. اقروا عن الموضوع ده، ان تاكل وجبه في اليوم، وجبه في اليوم. متخيل ايه وجبه في اليوم قد ايه هي مفيده؟ او انك تاكل وجبتين يا سيدي في اليوم، تاكل يا سيدي 3 وجبات في اليوم، بس ريح في النص. زي ما قلنا الصيام المتقطع مفيد جدا، وزي ما قلت في الاول وهفضل اقول على حسب صحتك. لو انت حاسس ان صحتك مش كويسه لازم ترجع لطبيب، او كلنا نرجع لطبيب او دكتور تغذيه ونتاكد ونعمل تحاليل لجسمنا، ايه الحاجه اللي تنفع معانا، ايه الحاجه اللي بايظه اللي محتاجين نصلحها، او الحاجه ما ينفعش ناكلها، او الحاجه اللي لازم ناكلها عشان صحتنا فيها كذا كذا. هناخد بالنا ان احنا بنشتغل على صحه جسمنا،
بنظام حياه على صحتنا النفسيه وعلى اللياقه البدنيه. بنشتغل على ان احنا حياتنا تبقى كلها مريحه وكويسه. مش انا عايزه اخس دلوقتي 10 كيلو 20 كيلو خلال شهر، اكيد لو هتنزل مره واحده كده في حاجات كتيره في جسمك هتبوظ. فنفكر فيها بالعقل. طيب نيجي بقى على الحاجات اللي موجوده اللي ممكن نمشي عليها. في طبعا اللي سمعت عنه الموضوع الكيتو دايت، هل ده فعلا صحي او لا؟ هو مناسب لمين بالظبط؟ ممكن نقرا عنه لو سمحتوا او نسمع عنه فيديوهات. زي ما قلنا الصيام المتقطع، نظام ان في حاجات الان وان اوتس بقى، هي اللي احنا بنحسب السعرات، في كام سعر داخل جسمي وانا بحرق كام سعر، سواء انا مش بعمل رياضه او مش بتحرك، او كمان انا بعمل رياضه وبتحرك وبشتغل وبتحرك في البيت عموما. في نظام تحويله، وده نظام تحويله هو ده اللي خسسني 10 كيلو في شهرين او في 3. نظام تحويله نظام حياه، بيعملك تحليل الاول، يشوف جسمك ايه البايظ فيه، ايه الحاجه اللي كان في عندك فيها مشكله، وبيشتغلك على كل الحاجات، على نوع الاكل، كميه الاكل، وقت الاكل، لو تاكل لبانها محسوبه، لو تعمل رياضه ما عملتش رياضه، الميه، النوم، ونمت الساعه كام وصحيت في النص او لا، كل حاجه في حياتك. والفيتامين دي، لو انت بلدك زي مثلا في دول اوروبا مثلا الشمس فيها قليله في الشتاء بالذات، يبقى بناخد اقراص الفيتامين دي. لو فيها شمس كويس بنضطر للشمس في الوقت المناسب، لو وقت غير مناسب مش محسوبه. فبيشتغلك على كل حاجه. احط لكم اللينك بتاعتهم، اللينك بتاعهم يعني في صندوق الوصف، اللي عايز يتابع معاهم بجد رائعين جدا. عايزه طولة بال، وعايزه ناس اكتر من هي بتعمل وجباتها بنفسها. واللي بيشتغل خد اكلك معاك، اطبخ في اليوم لتاني يوم وخده معاك الشغل عشان ما تاكلش من بره. عشان اكتر حاجه بتتخن ومضر قوي الفاست فود ده، كارثه كارثه بجد. زي ما كنت قلت لكم قبل كده، قعدت فتره شهور مدمنه ماكدونالدز والكلام ده كله، صحتي اتدمرت وطبعا تخنت. لا، اللي هو فكره اللسان زي ما قلت، لما يتعود على طعم الحاجه خلاص الدنيا بتظبط معاك. هي بس اول كام يوم الزقه الاولانيه دي. هحط لكم كمان لينك دكتور وعد وهاجر وروان وناس تانية كتير، اللي عنده اي حد يعني يحط لنا اللينكات، ناس بتدرس الموضوع، ناس فاهمه اكتر، واتبعوا ناس اتصرفوا في كذا طريقه. انا قلت على 50,000 طريقه اهو. اقروا عن الحاجات دي، تثقفوا اكتر، اعرفوا ده صح ولا غلط، صح ليا ولا غلط ليا، عشان يبقى صحتنا كويسه. ده الهدف بتاعنا. نظام تحويله اكتر حاجه نفعت معايا وبتمشي للحوامل برضو اللي عندهم مشاكل صحيه، اللي عملوا عمليات. كل حاجه بيدرسوا كل شخص على حسب نظامه، وفيها كذا ليفل. بيمشوا معاك ليفل، لما تخلص الليفل ده وانت جبت مستوى معين، جسمك عارف ان هو يحرق ويعمل ويظبط الدنيا، بتدخل على الليفل اللي بعديه. ما جبتش درجات معينه، درجات دي على حسب الحاجات اللي قلتها دي، الشمس والاكل والنوم والرياضه وكل حاجه، وتقسيم الطبق، ونشويات نوع ولا نوعين، دهون نوع ولا نوعين، بروتين نوع ولا نوعين في الطبق في الوجبه، بتنقص درجات. فلو جبت درجات قليله شويه بتعيد ليفل 1، عشان جسمك مش مستعد ان هو يبقى يدخل في ليفل 2 ويشدوا عليه اكتر. فنظام تحويله نفع معايا جدا جدا، وخسيت 10 كيلو خلال شهرين او 3. فتحفه الصراحه. وممكن دلوقتي مش ماشيه على كل حاجه بالظبط ومش متابعه معاهم، بس خلاص فهمت قد ايه الحاجات دي مهمه، وعرفت ما ناكلش ده مع ده، ما نعملش كذا مع كذا. فبحاول ان انا اقلل، بستفيد من ناس ودكاتره تانيين، فبحاول ان انا اظبط، فبحاول ان امشي حاجات كتيره مع بعضها. بس اهم حاجه ان انا معدتي مرتاحه، ناكل وجبه ونقفل بقنا سوسته ونريح، وجبه ونريح. دي اكتر حاجه، بحس ان المعده مرتاحه وجسمي عنده قوه وعارفه اركز. الصيام بيخلي الواحد يركز. انا صايمه كام ساعه؟ 16 ساعه، 20 ساعه، 24 ساعه. فالمخ عارف ايه يركز اكتر. اتمنى اكونش طولت عليكم. و ايه كمان ايه كمان ايه كمان هطلع كام كومنت. خليكم معايا، لا استنى الموبايل مش مشحون. مش عارفه اقراها معاكم، بس هحط لكم كام كومنت هنا للناس اللي كانت حابه الكومنت بتاعها يطلع. واشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. خدوا بالكم من نفسكم. سلام.